المسلمين وهم يعلمون ان انا مرتين سقطت في انتخابات بسببهم. المره الاولى لما عملت مؤتمر صحفي وكان في قعده في الانتخابات وجلس جنبي بجواري احد الاخوه من الاخوان المسلمين كان مرشح نفسه، والناس قال لك النظام قال لك لا ايه اللي انا ما كنتش اقدر لانه كان ضيف عندي ما كنتش اقدر اقومه، والمره وقال لك ما فيش قعده ليك يا ابني روح خلاص، وانا كنت ناجح. المره الثانيه لما الدكتور جمال حشمت جاهم يطلعوه من مجلس الشعب وهو رجل مثقف ومحب لمصر، وقلت لا عايزين تطلعوا جمال حشمت طلعوا الاخوه بتوع الحزب الوطني اللي واخدين احكام زي جمال حشمت، لكن ما اراه الان هو مشهد استعراض للعضلات. هذه فرصه لاخوان المسلمين ان يكونوا داخل نسيج هذا الوطن، وفرصه لن تتكرر. يا استاذه لبنى، انا النهارده عمال اتفرج امبارح في التلفزيون المصري. الثوره اللي احنا بنقول عليها هي انتفاضه. ثوره يعني ايه؟ ثوره يعني تغيير نظم سياسيه واقتصاديه واجتماعيه في البلد. خلاص؟ هل في حاجه من الحاجات دي اتغيرت؟ لا. انا الجيش خلاص تسلم السلطه، هذا الجيش اللي حارب ودافع عن تراب مصر وحرر ارض مصر واعاد الكرامه لمصر، هو الجيش مصري. كان يستطيع ان يستولي على السلطه ولكنه تسلم السلطه بطرق مشروعه عندما تنحى السيد الرئيس السابق وسلم السلطه للقوات المسلحه. كان يستطيع ان يضرب المتظاهرين ولكن حافظ على ابناء الشعب. كان يستطيع يقول انا في هذه السلطه ولن اخرج منها الى ابد الابدين، لكن ده عمل لجنه في خلال 10 ايام وجاب مين؟ رئيس اللجنه واحد من الاساتذه الافاضل المستشارين الذي يكتب يعني معظم كتبه هو اخوان مسلمين، السيد مستشار طارق البشري والاستاذ صبحي واحد كان عضو مجلس الشعب على الاخوان المسلمين. لكن النهارده انا شفت امبارح مع الاستاذ خيري رمضان احد الاخوه في الاستديو يتحدث يقول له في تقرير في بريطانيا احدى المنظمات المشبوهه ان الجيش المصري قبض على متظاهرين وبيعذبهم، هذا كذب. واضطر الاخ اللي ماسك الشؤون المعنويه السيد لواء اسماعيل، وانا عجبني اللي قال ما دافعش عن نفسي، الجيش يتعامل مع المتظاهرين بيتعامل مع شعب مصر بكل رقي وتحضر. لما يجي النهارده في القناه الاولى واستمع لمندوب الاخبار استاذ حاتم، انا بقول بالاسم، وهذا المندوب كان يعمل مندوبا لوزاره الداخليه وكان هو مندوب مش وزاره، كان مندوب وزير الداخليه عند التلفزيون وليس العكس، ويتحدث ويقول ماذا يقولون في نادي التحرير؟ افرض يا اخي واحد قال كلمه تجاوز فيها، يقولون ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ده لازم يمشي. هو كان ساكت ليه من زمان؟ عبد المجيد محمود، المستشار عبد المجيد محمود اللي لم يتربح في يوم من الايام. انا مش بجامله، ما هو على فكره هو اللي حابسني في 2007، ما بجاملوش. لم يتربح في يوم من الايام، بيته هو راجل بيقعد في نفس المكان نفس اصحابه. انت مش عاجبك عبد المجيد محمود، ثم يقول والفريق احمد شفيق لازم يمشي. ده المندوب. ليه احمد شفيق يمشي؟ اصل احمد شفيق اللي عينه قائد القوات الجويه رئيس مبارك. وهو يا جماعه الرئيس مبارك ده كان رئيس الجمهوريه، هو احمد شفيق لما كان رئيس مبارك رئيس الجمهوريه اللي هيعينه امير قطر؟ ما احنا عايزين نعرف. ولازم يمشي احمد شفيق. شوفي حضرتك شفتي يا احمد شفيق. طيب احنا هنا دلوقتي ما هو ده هنرجع ان المشهد احنا في مرحله انتقاليه، الامور فيها شويه في ضبابيه، الناس مش عارفه احنا رايحين فين. خليني نحط خطوط عريضة سريعا المرحله الجايه وايه المفترض ان هو يتم. انا النهارده بقول لاولادنا، ويمكن في ناس كتير سمعتني وانا بتكلم مع الاخ عمرو اديب ايام مظاهرات قبل يوم الجمعه، كان اعتقد كان يوم الثلاث او الاربعاء، كنت انا في ميدان التحرير مع الولاد وانضرب علينا نار. قلت له يا عمرو في رصاص حي بينضرب علينا دلوقتي واولادنا بيموتوا، خلي بالك. المشهد دلوقتي مش هم الولاد بتوع 25 يناير للاسف الشديد. المشهد ايه دلوقتي؟ انا اخشى من تجار الانتفاضه ان يظهروا يطفوا على السطح. وخليني اتكلم بصراحه، يعني اسمحي لي اتكلم بصراحه، واللي عايز يرد يرد. عندما ارى مذيع يتحدث عن الرئيس مبارك، الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ويقول ان هو قال طلعوا، انا اسف في اللفظ، طلعوا دين امه وهذا الكلام. طيب يعني الكلام ده ما اتقالش من الاول ليه؟ ما احنا قلنا الرجوله والشجاعه والنظام قائم وقوي. لما اسمع المذيع اشترى قصر، خلي بالك بقول تاني اهو، اشترى قصر ب6 مليون يورو في فرنسا من اشرف السعد، ويتحدث مع الشباب اللي هم بقى عايز مرتبه 400 ب1000 وعمال يحرض ويهيج. هو طبعا سامعني وشايفني تاني،
في ارقى مكان في باريس ب6 مليون يورو، يعني 50 مليون جنيه. خلاص، اوعى تتكلم عن الشباب وعن العداله الاجتماعيه وعن الظلم. ده قصر واحد في باريس، ده غير القصور اللي في مصر. هو عارف مين، هو عارف نفسه. واتمنى لو عنده الشجاعه يرد عليه، يعني يخش يقول انا وفلان الفلاني مالك ومال الثوره. النهارده يا استاذه لبنى، مع احترامي الشديد جدا للاستاذ محمد حسين هيكل، استاذ محمد حسين هيكل، لماذا لم تتحدث وفي المستشار عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس، وانت كنت جزء من النظام، بينضرب بالحذاء من البوليس الحربي في مجلس الدوله، لماذا لم تتحدث لما اتهزمنا في 56 وشعب بورسعيد انضرب؟ ليه ما اتكلمتش وانت راجل بقى لما محمد نجيب رئيس الجمهوريه اترمى في قصر زينب الوكيل في المرج مع الكلاب والقطط؟ ها، النهارده الناس جايه تركب المشهد. انا عايز اساله سؤال، احنا عايزين عداله اجتماعيه. قول لمصر يا هيكل، ابنك احمد عنده ايه؟ 12 مليار دولار شركه هيرمس، شركه القلعه، كان شريك لمن؟ كان شريك لجمال مبارك. احنا مش يا جماعه مش جايين نركب الموجه، يا جماعه مش عايزين نضحك على الشباب، الشباب اللي طلع اول يوم وطلع يوم الجمعه، هذا الشباب النقي، بلاش نركب الموجه بقى. نمره 3، انا امبارح الشريك ده حضرتك عايز تعرف فيه ايه؟ يعني بس عشان ننوه ونقول ان حق الرد مكفول لاي شخص، يعني مش ذكر اسمه. اي حد عايز يرد بس يرد وانا موجود. انا بقول تاني، الاخ اللي اشترى قصر في باريس ب6 مليون يورو من اشرف السعد، بقول تاني لو عايز يرد انا موجود. الاخ اللي اتحول له 3 مليون 700 استرليني من 3 ايام على حساب في لندن، انا موجود يرد. مش عايزين نتاجر بالشباب. معاك وثائق. شوف ده ثانيه واحده، هنتكلم دلوقتي بس ان الوقت يعني ضاغطنا جدا يا فندم. يعني معلش انا عارفه ان عندك كم رهيب من التفاصيل. دلوقتي انا امبارح استمعت الى الجزيره مباشر. شيخ القرضاوي عمل امبارح، كانوا عاملين له حفله كبيره في استاد قطر، وقال بالحرف الواحد: لقد اتصل بي امير قطر وشكرني على انني نزلت يوم الجمعه جمعه الغضب، فقلت له أشكرك على أنك أنت الذي فجرت هذه الثورة وأنت الذي رعيت هذه الثورة. أنا عايز أسأل سؤال. التلفزيون المصري نقل اليوم النهاردة من ميدان التحرير خطبة الشيخ القرضاوي. أنا عايز أسأله سؤال. أنت اليوم قلت افتحوا المعابر، وجبت آيات من القرآن الكريم كلها شماتة، تتحدث عن فرعون، تتحدث عن الانتقام، وانت شيخ ديني، انت دين. وعملت النهارده تقصير العصر، جمع تقديم العصر، وهذا لا يحدث الا في الكعبه. الناس بتحج خلاص، او اذا كنت انا مسافر مثلا، لكن انت راجل قاعد في ميدان التحرير كلها عشان تعمل حفله. هل تستطيع ايها الشيخ ان تقول وانت قد اعتقلت 49 ايام الملك فاروق، ثم اعتقلت سنة 63 أيام جمال عبد الناصر، هذا الرجل من بداية الستينات موجود في قطر، خلاص؟ ما شربتش مية بالمجاري، ما جربتش تشعبط في أتوبيس، ما جربتش التليفون، ما جربتش تاكل عيش بالمسامير، خلاص؟ هل تجرؤ وأنت تأتي عامل فتنة في البلد دلوقتي، هل تجرؤ أن تقول لأمير قطر اللي اداك الجنسية القطرية بدل ما نفتح المعابر، وانا على فكره بقول لك انا الذي دعوت رئيس وزراء فلسطين اللي هو الاخ حماس، كان ممثل حماس، ان يحضر مباراه الاهلي والزمالك، ودفعت الثمن، وجه وزير الصحه ايامها ناصر وحضر، عشان انا ما عنديش مشكله مع الفلسطينيين. لكن عايز اسالك، هل تجرؤ ان تقول لامير قطر والشيخ موزه سؤال واحد؟ قول لامير قطر، تقول لاسرائيل اللي فيها قواعد امريكيه وليهم قصور في تل ابيب، تقدر تقول لهم ما تبنيش مستعمره، لا بيت؟ تقدر تقول لهم اغربوا عن غزه والضفه؟ يعني سياده المستشار، مش انا في حل ان انا ادافع عن الشيخ القرضاوي، لكن هو كاي مواطن مصري يلحق ان هو لا، هو ليس مواطن يعني استاذ لبنى، هو ليس مواطن مصري، هو ثانيه واحده كامل بس، هو مواطن قطري. انا بس هفكره بايات ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل
اخوانا على سرر متقابلين. ايها الشيخ، عايز اقول لحضرتك ارجع قطر، احنا مصريين، ولادنا دول الشرطه طيب. دول ولادنا، والجيش دول ولادنا. سياده المستشار، يعني انا معلش الوقت للاسف يعني ضغط علينا، وانا عارفه ان حضرتك زي ما كنت بقول في كميه من المعلومات والملفات اللي اكيد هنتابعها مع حضرتك. انا ليه كلمه بس؟ اتفضل يا فندم. انا عايز اقول لكل المشاهدين ان اي حد بيقول كلمه حق للاسف الشديد بيتقطع عليه والوقت لا يسعف، انما اي حد عايز يقول مع الناس للاسف الشديد اللي هم ما بيقولوش كلمه حق، انا بقول دي بلدنا. بكره يا جماعه، بكره احنا دلوقتي بقينا جمعه مظاهرات واسبوع اعتصامات، بقول لشبابنا فوقوا يا جماعه، حافظوا على مكاسبكم، بقول تاني حافظوا على مكاسبكم عشان مصر ترجع زي ما كانت. وعايز اقول لشيوخ الفتنه والناس اللي جايين يعملوا فتنه ويركبوا الموجه، ارحموا مصر وشباب مصر، وخلوا شباب 25 يناير، شباب مصر المحترم تمام. اللي ليه مطالب، اللي هو فعلا عايز الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه يتقدم المشهد. واقول لاخوان المسلمين في النهايه، هذه فرصه عمركم، اذا ضاعت لا يوجد وقت. يعني رساله حضرتك وصلت سياده المستشار. وانا طبعا قطع عليا الحديث عشان تبقوا عارفين دلوقتي، لان كنت في كلام كتير عايز اقوله، لكن الاستاذه سياده المستشار واضح احنا ما قطعناش ولا حاجه، لكن الوقت للاسف احنا يعني مع هقول الكلام ده هقوله في القناه المصريه، وهروح التلفزيون المصري اقوله، وهقوله في كل مكان ان شاء الله.